ما تخليش حد يضحك عليك يا اخويا ويقول لك انك هتبقى راجل لما تشرب السيجاره. عمر ما كانت السيجاره هتخليك راجل، ولا عمر كان الفيب هيخليك راجل. تشرب الفيب وتطلع دخان كتير وتعمل نفسك انت جامد ومش منك اتنين، كل ده كلام فاضي. انت كده بتدمر صحتك وبتحرق فلوسك، وعند الله سبحانه وتعالى حرام، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على صحتك اللي انت بتبوظها دي، وعلى فلوسك اللي انت بتحرقها. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الرجاله ما وصفهمش بالسيجاره والفيب والحشيش والكلام ده كله، وصفهم انهم بيحافظوا على صلاتهم، مفيش حاجه بتلهيهم عن الصلاه. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه بيصلوا بيحافظوا عليها، مفيش حاجه بتلهيهم عن الصلاه. هي دي الرجوله، هي دي الجدعنه، هي دي الجمدان، مش الفيب، مش الشيشه، مش الكلام ده كله. ما تخليش حد يضحك عليك يا اخويا، وقرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان ده اللي هينفعك. وحافظ على صحتك، العب رياضه واشرب حاجات تفيدك مش حاجات تضرك.